هاي، ازيكم متابعينا الكرام والاعزاء. لو انتم محبين متابعة اخبار النجوم الحصرية، لا تنسوا دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل ليصلكم كل جديد. احتفل النجم احمد سعد بعيد ميلاد ابنته علياء الاول في حضور عدد كبير من اصدقائه في الوسط الفني، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا من عيد الميلاد لاحمد سعد وزوجته علياء، ومن بينهم الملحن ايهاب عبد الواحد والموزع هاني محروس والنجم عمرو سعد. وكان أحمد سعد كشف في لقائه مؤخرا أن زوجته علياء هي من اختارت تسمية ابنتهما على اسمه، ورغم عدم اقتناعه بالفكرة ولكنه لبى لها رغبته. كما تحدث الفنان أحمد سعد خلال البرنامج عن والدته وقال إنها من الشخصيات اللي تحب تلقي الهدايا باستمرار، قنوعة جدا لكنها بتحب الهدايا، ربنا يبارك فيها، بتحدد قدرك على قدر الهدية. دايما أجيب لها هدية وأرجع أخدها علشان بتنسى، وبعدين أهديها نفس الهدية بالتقسيط علشان تفرح كذا مرة بدل هدية كبيرة مرة واحدة. وتحدث الفنان أحمد سعد خلال لقاء عن الأغنية التي كانت سبب الصلح بينه وبين زوجته، أغنية عليك عيون. أنا سمعتها، ولما سمعتها في الأول سمعتها الأغنية لما ما كنا مش بنتكلم مع بعض، وكلمنا بعض بسبب الأغنية، فعرفت إنه مؤشر حلو. كما احتفل الفنان أحمد سعد بعيد ميلاده ابنته علياء في حضور عدد كبير من أصدقائه من الوسط الفني، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور من عيد الميلاد لأحمد سعد وزوجته علياء. وتفاعل متابعو أحمد سعد مع الصور والفيديوهات المتداولة وتمنوا له حياة سعيدة ومستقرة، وأبدى عدد كبير بإعجابهم بابنته، خاصة أن عيد ميلادها يعتبر الظهور الأول لها. واذكر أن أحمد سعد طرح مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان فوق واتعلم، ويتعاون فيها مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي الذي كتب كلمات الأغنية، وهي من ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت وتوزيع هاني محروس. كما وشهد حفل عيد الميلاد غناء أحمد سعد لابنته حبيبة أبوك يا غالية يا نجمة في السماء عالية، وكذلك غنائه إيه اليوم الحلو ده وسط رقص وهتاف جميع الحضور. كما جاء في الحفل قيام أحمد سعد بحمل طفلته عليا على كتفيه، ثم قدم لها الميكروفون لتبدو وكأنها تغني، حيث قامت الطفلة بالصرخ لأكثر من مرة وقام الجميع بتحيتها. ونشر النجم أحمد سعد مجموعة من الفيديوهات والصور من الصفحة التي قامت بتسجيل لقطات، وذلك عبر خاصية ستوري حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام. وإذا عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش تعملونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل يصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات. لازم نقول لها حاجه يا جماعه من وجهتها. اخر واحده جمهورك دافعين كتير. واحده قوم بقى.